ليكون واحد من الملاعب التي ستستضيف العرس القاري الافريقي بعد تقريبا شهر من الان. لذلك سار لزاما على نادي الوداد الرياضي الاستقبال هنا في ملعب العربي الزاولي. طبعا هذه المباراة في العربي الزاولي قبل التوقف للمسابقات الافريقيه والمحليه ترقبا طبعا للحدث الابرز كاس افريقيا، وقبلها الحدث في دوله قطر كاس العرب. وبالتالي الوداد الرياضي منطقيا ستكون هذه المباراة الوحيدة في ملعب العربي الزاولي قبل استئناف المغامرة الإفريقية مطلع السنة القادمة مباشرة بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية. إذا انطلقت المباراة من جانب نيروبي يونايتد. طبعا الوداد الرياضي مشاهدي الكرام 4-3-3 نظام اللعب المبدئي بالنسبه لي في انتظار طبعا الدخول لغمار المنافسات لرفيق الدرب حكيم زياش ابتداء من مطلع السنه القادمه. انطلاقه من الجهه اليسرى الوداد وفي صافره وضعيه تسلل على لاعب لارش امامنا على الصوره. عديد الانتدابات وصوت بني زناسن فريق النهضة البركانية اللي فاز بثلاث ألقاب على مدار السنوات الماضية، وبالتالي الرياضة المغربية في مسابقة الكاف بدأ الكأسين فارس النخيل في الاتحاد الرياضي وعودة للرجاء، لكن بركان هي من حملت المشعل في مسابقة الكاف ثلاث ألقاب في الفترة الماضية. مشاهدي الكرام نتمنى تتواصل المسيرة هذه المرة مع واحد من عمالقة القارة السمراء نادي الوداد الرياضي. هذه الكرة خطيرة ممكن التسديد والهدف الأول. الوداد يعلن مبكرا، الوداد يرفع راية التحدي مبكرا. هكذا جاءت التسديدة أيوب بوشتا، نعم ينسى الشباك الكينيا صاروخية يسارية قوية لم تترك أي حد للحارس صدور. 1-0. هذه عادات الوداد، هذه تقاليد الوداد، هذه دقائق الوداد. اللحظات الأولى تحمل الخبر السار عن طريق أيوب بوشتا. هذه الإعادة مرة أخرى، التنفيذ لرمية الجانبية عن طريق من هنا الاستلام من نور الدين مرابط. إصرار هنا من نور الدين مرابط، الضغط كان قوي جدا. أيوب عينك على بوشتا في طرف الأيسر، عينك على بوشتا، التحرك الممتاز يسارية قوية في الزاوية البعيدة. نعم 1-0. مدافع الهولندي يصعد في يد الاثنين، مرفوعة الكرة داخل منطقة الجزاء. الثاني ممكن، الثاني كان قريب، لا زالت ودادية مرابط بلمسة. مرابط يمشي مرابط الآن يرفع كرة في منطقة الجزاء. كل لاعبي نادي نيروبي يونايتد في مناطقهم محاولة الخروج بالكرة. عزيز باكاسو، إيمانيا باكاسو بعيدة تماما مباشرة. ناصر هنا فريق نيروبي داخل منطقة الجزاء على عرضية المتابعة من الدفاع. مايرز نعم بالنسبة للوداد وإن خسر اللقب ولكن كان جيل رائع، أجدو والقديوي وكذلك، ويرجع قوي جدا ويرجع ليفوز باللقب الشامبيونز 2017. هذه الكرة على الطرف الأيمن على عرضية عن طريق لاعب بوشواري وبن شرقي والكارتي، افضل جيل واحلى جيل يفاز بلقب الشامبيونز ليج. هذه الكره المراوغه العرضيه ممكن لورش يراوغ، لورش يتفنن، لورش يبدع على الطرف الوحيد والذي تعرض لظلم كبير نادي الجيش الملكي. هذه كره وانطلاقه لكن فيها خطا. جيش الملك 4 لاعبين، بوشتا مايرز اوليفيرا بوشواري، هذا ربع الدفاع. مرابط القائد مرابط يعمل مراوغه ممتازه. هات العرضيه مرابط، اعطيه العرضيه مرابط بالراس من يتابع. ولا عندك مرابط، سلامة نور الدين برافو، يعمل مراوغه، يدخل مرابط من يازرو. هذا مرابط يعطي باس عزيز كي، ارفع عينه ارفع راسه، شاف اللاعب لورش الى الركنيه. نعم الركنيه للاعب لورش، ممتاز عزيز كي، شاف لورش انطلق، طلب الكرة على اليسار في نهاية المطاف المدافع آخر لحظة يبعد الكرة إلى الركنية. هذه الإعادة هنا خروج حار. بعد ذلك المنادات على الطرف الأيسر، الجهة اليسرى تتحرك بشكل رائع حقيقة مع بوشتا مع الأميرات ومع الفنان لورش. هذا هو لورش، الباس في العمق وضربة جزاء. كيف يقول ما فيهاش. مرابط
هنا يطلب بينالتي والحكم يطلب التريث الانتظار. هذه الإعادة مرة أخرى، تمريرة في العمق، المضايقة موجودة. معليش الوداد ممكن تسجل الثاني والثالث. أنا نشوف ممكن اليوم فيستيفال، ممكن نشوف اليوم كرنفال ودادي. أهداف في مرمى نيروبي، بينما هذا هو الهنوري. طبعا الهنوري واحد من الأسماء المستدعاة من طرف طارق السكتيوي لكأس العرب، ستنطلق إن شاء الله يوم الاثنين. هذه الإعادة، اللحظة اللي سقط فيها نور الدين طالبا بضربة جزاء، وطالب حملوا لواء المسابقات القارية بالنسبة للراية المغربية. نفس الشيء مع الجيش الملكي. انطلاقة جهة اليسرى لورش لمانيا لورش يعطي باس عزيز كي ولكن مصيرة إلى حارس المرمى ودور. كرة للأمام، سام مانيما، حضور آخر على مستوى القاري، لكن الوداد بالإمكانيات عنده الفرصة للتصدر مع الجولة السادسة. هذه الكرة يضغط عزيزكي مع بوشتا عندك لورش يا بوشتا، هذا هو لورش، استلم الكرة يعطي باس، تمريرة داخل منطقة الجزاء، بوشتا يدخل وفيها ركنية لا لم تتجاوز الخط. رجعت إلى بوشتا، هذا هو لورش يعليها في القائمة الثاني وحارس المرمى يتابع. لمس على حساب باور ديناموس. هذه انطلاقة من الجهة اليسرى، رايا لورش زاد في السرعة، لورش يلعب الكرة لباكاسو والثاني غريبة وعجيبة الثاني، ولكن الحائط الأصفر الكيني يتمنع هنا ويمنع كرة هدف ثاني في المباراة. إذن تصل عزيز يعطي تمريرة ممتازة، مقنع وممتع ورائع الوداد الرياضي في أداء الجماعي حتى الآن. يمتع بسرعة لعناصر فريق الوداد الرياضي. بوشواري تمريرة هنا ناحية عزيزكي، باكاسو بعيدة يا باكاسو، بعيدة يا باكاسو. فعلا كامارا من المكاسب بالنسبة لفريق النهضة البركاني. هذه الكرة للأمام، الثاني والحكم ماذا يقول؟ إشارة إلى ركنية. إذا كان بركان عندها كامارا، ففريق الوداد الرياضي بصراحة عنده لاعب فنان ومبدع ومحظوظ الوداد به هو اللاعب لورش. مرة أخرى لورش استلمها، لورش ماذا سيفعل؟ ينتظر اللاعب هنا بوشتا، ثنائية تدار في الجهة اليسرى، لورش استلمها، بوشتا رايع والثاني كاميرات يلعب لبوشتا بقرب لورش، تدار الثنائية مرة أخرى بين لورش وبوشتا، العرضية في اتجاه النوري، ضربة مرمى. نعم، كم يقول ضربة مرمى، اعتقدت بين حارس المرمى لمسها، لكن شوط ممتاز بصراحة من طرف اللاعب بوشتا. منطقة جزاء الوداد، يمكن بن عبيد لمس الكرة مرة واحدة. هذه انطلاقة لورش وعزيزكي، لورش استلمها، لورش العرضية، النوري كان في الانتظار. مرعب بالتاريخ، يبقى مرعب بالألقاب ومن نجوم، يبقى مرعب. هذه الكرة وصلت إلى مرابط الثاني ينادي غير معقول. بوشواري يضيع الثاني بطريقة غريبة. يعني صحيح اثنين على بعض الأسماء، ولكن الفاعلية في مثل هذه الفرص لازم تكون حاضرة. شوف الإعادة، لا وجود لوضعية تسلل، عينك على مرابط، التحرك بشكل ممتاز. يعني مرابط نموذج للاعبين اللي يقول لك بأنه المسألة لا تقاس بالسن والعطاء لا يقاس بالسن، طالما الإصرار موجود، طالما الشغف موجود. فهي بعد ذلك رجعت لمن؟ ناحية لاعب نور الدين مرابط، يقاتل في هذه الكرة، تمشي لفريق نيروبي يونايتد. الانسلال مرة جانبية، أول تهديد لنادي نيروبي يونايتد بهذه الكيفية، لكن مرة جانبا. أول مرة يتجرأ فيها دفاع نيروبي على فريق الوداد في مناطقه بهذه الطريقة. نعم، بهذه الطريقة. ينطلق لورش،
استلام من مرابط، انطلاقه من الجيرمنا، برافو مرابط في المساحه ملعوبه هذه الكره، مرابط العرضيه. مرابط يفعل كل شيء ولكن من يتابع؟ هذه المشكله، من يتابع؟ لا الهنوري ولا لورش ولا عزيزكي. الكره تتحول الى الركنيه. شوف الطريقه كيف هي قاري مشاهدي الكرام. نعم، بين السيدات ورجال انديه ومنتخبات 6 ألقاب سنه 2025. هذه الكره البينيه لورش بالكعب، التمريره الهنوري. اينك يا الهنوري؟ وينك يا الهنوري؟ لا زالت وداديه. الهدف الثاني. يا لروعة الجول يا بوشواري، يا لروعة الجول. هذا هو الوداد. نعم، نستعيد ذكريات الوداد، الحقيقة والخيال، المحبة والجلال. الوداد واستعادة الذكريات في الشامبيونز. هذه تسديدة نعم تأتي هذه المرة عن طريق اللاعب بوشواري. هدفان مقابل لا شيء مشاهدي الكرام، هدفان مقابل لا شيء. العشق والحب عاد إلى الأجواء الإفريقية، العشق والحب عاد إلى الأجواء الإفريقية. العشق يا وداد، الحب يا وداد، الأهداف يا وداد. هكذا الامتاع مع الوداد بعد 13 سنة مشاهدي الكرام، على آخر مرة حضر فيها في مسابقة الاتحاد الإفريقي 2012. مناورة حاضرة في الجهة اليسرى، حذاري من المرور. التغطية الدفاعية جت عن طريق اللاعب فيريرا. نور الدين يقاتل ويدافع ويحاول أن يسترجع الكرة، يتحصل على ضربة حرة. الحكم يطلب إعادة التنفيذ. نعم، كان في تدخل من لاعب نادي نيروبي يونايتد في حق اللاعب نور الدين مرابط. هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة الماضية، الخطأ المعلن بعد عودة نور، بطل طبعا الدوري الموسم الماضي والذي يدافع عن لقب هذه السنة. انطلاقة من الجهة اليمنى لفائدة الوداد. الرياضية الثالثة المدافع هنا اوغوتو يبعد الخطوره في لقطه هي الاولى لنادي. شخصيا اتوقع 4-0 للوداد. ننتظر كره على الجهه اليسرى. بوشتا يرفع، بوشتا الراسيه وحارس المرمى. خلينا نشوفوا الثالث يا نور الدين. نور الدين يرفع الكره الراسيه ولكن تمر جانبا الى ضربه مرمى. حاول فيها اللاعب او الاتحاد الافريقي. الكره للامام وان شاء الله يكمل فريق الوداد بلقب اخر. ولما لا اسفي هذه التسديده، لان هذه أمنية بالنسبة للجماهير المغربية، جمهور الوداد الرياضي، وإن شاء الله كذلك جمهور الجيش يكون حاضر بقوة. هذا ليس بغريب أيضا في لقاء القمة أمام الأهلي. الكرة على الجهة اليسرى إلى ركنية. هذه الركنية مرفوعة في القائم الأول والدفاع يتدخل. عادت مرة أخرى ودادية. بوشتا، عزيزكي امام جدار اصفر وامام سمات يظهر دفاع نادي نيروبي. بوشتا مره اخرى لا زالت في ارضيه الميدان. بوشتا وفيها وضعيه تسلل يقول الحكم. وضعيه تسلل يشير الى ذلك الحكم على اللاعب ايبر. وكاس الكاف. هذه انطلاقه من الجهه اليمنى. العرضيه الدفاعيه تدخل، ولو ان المهمه لن تكون سهله في ظل وجود طبعا الاسماء اللي تعودت على المشاركه في الكاف خاصه الزمالك. هذه انطلاقه عن طريق اللاعب نور الدين يعكسها. لعبه الجانبيه فائده نيروبي. فيريرا ومايرس وصلت الى بن عبيد بيودو. يلعب الكره باكاسو. نور الدين يمرر الكره على وجود وضعيه تسلل. يلا الثالث، الهربه والعرضيه. هي جول الهنوري. غريبه يا الهنوري. هدف ثالث يضيع بهذه الطريقه عن طريق حمزه الهنوري. طبعا المفروض يا الهنوري مثل هذه الفرص لا تضيع. الهنوري اللي كان واللي سيقول الهنوري تمشي مباشرة ممتازة لنور الدين. ينسى نور الدين العرضية يا نور الدين. ركنية أخرى لفائدة فريق الوداد. أعتقد هذه ثالث ركنية للوداد في الشرس. رجعت للاعب كيبوانا يمرر لماتشاغا. حذاري من التسديد. وبن عبيد يخرج في صافرة. نعم، صافرة تأتي وضعية تسلل يشير الحكم الرئيسي. نعم، محمد كيتا المالي طبعا في دور المجموعات لوجود للفار، وطبعا عدم وجود الفار في دور المجموعات
هذا هو اللاعب اوليفيرا نور الدين يمشي نور الدين راوغ نور الدين وعزيز كي يحاول الزوير المترجي كرة للامام واصلة ناحية اللاعب لارش وفي وضعية تسلل فعل مع جمهور الوداد الرياضي. الكرة للامام بن عبيد اينك يا بن عبيد تترك لفيريرا برافو فيريرا الاسلوب الذي يفضل هذه الكرة للارش في الاستلام لارش محاولة اللحاق بها من بوشتا تحية كبيرة لبوشتا لأنه رغم أن الكرة كانت صعبة لكن مشى للكرة حاول أنه يلحق بها اللاعب بوشتا واصل على جهته اليمنى هذه فرصة الهدف الثالث المراوغة الثالث مرة جهته اليمنى استلام على طول الثالث ينادي ضاعت الكرة لا زالت الوداد عنده إصرار الآن من أجل الثالث علي الكرة العرضية لكن حارس المرمى بعد طفى الملعب التغيير هناك على جهته اليمنى حاولت المرور الآن بالكعب تتحضر يا سلام على هذه الثنائية ممتازة العرضية والحكم يصفر. تنزاني حاضر في هذه المسابقة مشاهدينا الكرام وسيكون المنافس القادم لفريق الوداد الرياضي وفي مانييما يونيون الفريق الكونترجع مايرز من جديد هيا الكرة وناسي ممتاز بالكعب ممتاز التحضير لبوشتا يا سلام على هذا التبادل مايرز وبوشتا غير معقول هذه هجمة ودادية الصبار انطلق الصبار راوغ الصبار البينية الثالث جول هي جول الهدف الثالث يا الرايحي هدف ثالث نعم ينهي مشوار الوداد في هذه المباراة الثالث نعم ياتي وإن تأخر لكن يا سلام على هذه الجملة الرائعة جملة تكتيكية قادها الثنائي بوشتا والصبار انتهى اللاعب الرايحي سجل ثالث الأهداف لنادي الوداد اللاعب البديل يتوج هذا المجهود الجماعي الرائع دخل فسجل فوضع بصمته هنا الانطلاقة وهنا أصل الحكاية الصبار يا سلام ذكية مليمترية سحرية حريرية الصبار في منتهى الذكاء يمرر كرة ويفتح المجال للرايحي يضع في الشباك هدف في غاية الروعة. أنا أعتقد بأن تمريرة الصبار أجمل من الهدف التمريرة الذكية من الصبار أروع من الهدف يا الرايحي سامحني يا الرايحي ولكن من يستحق الثناء في هذه اللقطة والصبار بتمريرة في غاية الروعة.